يا اهلا وسهلا ومرحبتين، ورجعنا لكم تاني في حلقة جديدة من هلو ماذر فوزر. في الحلقة اللي فاتت بقى قعدنا نرغي ونقول التربية الإيجابية دي مش مجرد كلمة بنرميها وخلاص، لا دي بتطلع منهم بني آدمين كده عندهم ثقة بالنفس، يعرفوا يتعاملوا مع الدنيا اللي بقت بتطلع نار حوالينا دي. النهارده بقى هندخل في اكشن بجد. يعني مشكله تقريبا بتواجه كل بيت فيه اطفال: نوبات الغضب. مين فينا ما مرش بالموقف ده؟ تبقى ماشي مثلا في المول بكل هدوء وفجاه تلاقي نسختك الصغننه دي قرر كده فجاه يعمل لك فضيحه عالميه علشان عايز لعبه شكلها عامل زي الفضائيين اللي بينزلوا في الافلام بتاعت الشركات اياها. او تلاقي ابنك بيعيط بحرقه في البيت كأن الدنيا ولعت عشان مش عايز ينام، ولا البت ترمي الاكل علشان مش عاجبها. المشاهد دي بقت بتخلينا نحس بالعجز، وممكن توصل اننا نزعق ونعمل حركات ممكن تخلي العيل يطلع مضطرب نفسيا اكتر ما هو اصلا غضبان. طب ايه اللي بيحصل للعيل لما يجيب اخره؟ عشان نعرف نتعامل صح لازم نعرف الأول الكهرباء اللي بتضرب جوه دماغ الطفل ده وقت الزعل والغضب، خصوصا الطفل وهو لسه طري وصغنن كده. مخه لسه ما استواش يا جماعة، يعني لسه ما بقاش عنده مركز تحكم كامل في مشاعره. لما يتعصب أو يحس إن الدنيا قفلت في وشه، أو حتى يبقى جعان ومحدش عبره، أو تعبان ومحدش عارف ماله، ما بيعرفش يقول لك أنا متضايق يا بابا، أو حتى يا ماما أنا عايز أنام. لا ده بيتحول يا معلم بركان، بيفور، بيفقد السيطرة على نفسه تماما. تخيل كده ان في لمبة حمراء جوه مخه بتنور زي لمبة الطوارئ مثلا. اول ما اللمبة دي تنور الطفل ده بيبقى في عالم تاني خالص، ما بقاش سامعك، ما بقاش فاهمك، ما بقاش قادر يفكر بعقله الواعي اصلا، اللي هو اساسا لسه بيتكون ولسه بيبدأ. هو دلوقتي بيتحرك بناء على مشاعر قوية جدا كأنها زلزال جواه. بيبقى منطقي نقول له وقتها اهدى؟ لا طبعا مش منطقي، ده كده كأنك بتقول له ولع أكتر. قبل ما تحصل النوبة دي وتلاقي الدنيا بتولع في وشك، في كام حركة كده نقدر نعملها يعني نقلل شوية من فرص الفرقعة دي. حاول تعمل له روتين ثابت بقدر الإمكان. الأطفال دول يا جماعة كائنات بتحب الروتين زي الست المصرية بالظبط. مواعيد ثابتة للأكل والنوم واللعب بتخليهم هاديين أكتر. يعني ما تبقاش مرة تأكله الساعة 2 ومرة الساعة 9 بالليل، ما ده أنت كده بتلعب في أعصابه. كمان النوم الكافي والاكل الصحي حاجه مهمه جدا. يعني مش معقول تخلي ابنك ينام ساعتين طول اليوم وتاكله بيبسي ومصاصات وتقول له ليه الواد عصبي. طفل نايم كويس طول اليوم هيكون اهدى كتير اكيد. اشبع الحاجات الاساسيه عنده قبل ما تتهم ابنك انه عصبي. اسال نفسك: هل ابني جعان، عطشان، تعبان، محتاج يلعب؟ كتير قوي من نوبات الغضب بتاعتنا دي او بتاعت الاطفال يعني بتكون بسبب حاجه اساسيه عند الطفل مش عارف يعبر عنها. يعني كانك بتقول لي انا عايز اكل يا ماما بس مش عارف اقول، فبيبدا يعيط ويغضب وهكذا. توقع المواقف الصعبه منه. لو رايحين مكان فيه اغراءات كتير زي السوبر ماركت او محل اللعب، اتكلم مع ابنك قبلها وكانك بتتعامل معاه اتفاقيه سلام. قول له احنا رايحين نشتري جبنه وبطاطس بس، ومش هنشتري لعب النهارده يا بطل. ولو في اختيار يعني اديله اختيارين عشان ما يحسش ان ملوش كلمه. قول له مثلا تحب نجيب عصير تفاح ولا برتقال، مش تحب تختار ايه، عشان كده ساعتها هيجيب لك السوبر ماركت كله. علمهم المشاعر من وهم صغيرين. علموا ولادكم اسماء المشاعر. قول له انت دلوقتي زعلان، انت كده مبسوط، انت كده محبط. ده بيخليهم لما يكبروا يعرفوا يعبروا عن اللي جواهم بالكلام بدل ما بيعملوا ثوره في البيت. واخد لي بالك انت؟ لما النوبة تبدأ أو زي ما بنقول كده لما الحصان يجري، دي بقى اللحظة اللي محتاجين نكون فيها هاديين وثابتين. عارف الهلب أو المرسال اللي بتمسك السفينة في البحر لما يبقى كله زعبيب؟ أنت لازم تكون كده، بدل ما نتحول إحنا كمان لعاصفة تودي المركب في داهية. فالهدوء أهم حاجة. لو أنت اتعصبت الطفل هيتعصب أكتر، كأنك بتحط البنزين على النار. خد نفس عميق وابتدي ركز انك تهديه، مش تزود الطين بله. حسسه بالامان الجسدي. يعني
اول حاجه وقبل اي حاجه اتاكد ان الطفل في امان، مش هيأذي نفسه في اي حاجه حواليه. لو بيرمي حاجات، شيل الحاجات اللي ممكن تتكسر من طريقه. استويه جسديا لو ابنك بيحب كده او بيحس بكده، لو بيسمع الكلام وبيسمح ان انت تحضنه، احضنه بقوه وبهدوء في نفس الوقت. ده يوصل له احساس بالامان، كانك بتقول له انا معاك يا صاحبي في الازمه دي. لو بيرفض سيبه مكانه، لكن خليك جنبه كانك ضده كده. ما تسيبوش وتمشي، بس مش ما تكلموش، بلاش كلام. صدق على مشاعره مش تصرفاته. يعني قول له انا فاهم انك زعلان او انك متضايق او انك غضبان او ان ده شعور صعب. انت بتعترف بمشاعره، لكن ما تقولوش ان تصرفاته صح. اوعى تقول له انت بتعيط ليه عشان لعبه، دي حاجه تافهه. عشان هو مش شايفها تافهه، هو مش شايفها تافهه مش هيعيط. هي بالنسبه له قضيه حياه وموت. قلل الكلام معاه في الوقت ده. وقتها الطفل اصلا ما بيسمعكش، هو سمع صوت الغليان اللي جواه. جمل بسيطه ومختصره وهاديه زي انا هنا معاك او انا فاهم انك زعلان، كفايه انك تكون بتديله اشاره انه مش لوحده. غير المكان لو ممكن، يعني لو في مكان عام ممكن تاخده المكان اهدى شويه. التغيير هنا ممكن يساعده يهدى، كانك بتغير له المشهد اللي مضايقه كله. بلاش تلومه او تساومه في الوقت ده. ده مش وقت للدروس ولا للعقاب ولا للمساومه. هتتكلم معاه بعد ما يهدى، كانك بتقول له يعني بص الدرس ده بعدين يا حبيبي، دلوقتي وقت الهدوء. استنى جنبه زي ما قلنا بهدوء، خليك موجود، واضح انك موجود عشانه لحد ما يبتدي يهدى. نقطة الغضب دي زي موجة البحر كده، ليها مدة وهتعدي. لما الطفل يهدى بقى، أهم جزء علشان ما تجيش بعد كده وتقول لي ابني عنده مشاكل نفسية، إنك تكون جنبه، احضنه واحتويه. الاحتضان للطفل في الوقت ده، قول له أنا بحبك يا حبيبي. خليه يحس بالأمان بعد الموقف الصعب اللي هو مر بيه ده، كأنك بتطبطب على بطل طالع من معركة. اتناقش معاه نقاش هادي. يعني ايه لما يكون هادي تماما؟ ممكن تتكلم معاه بهدوء كده وتقول له انت كنت زعلان جدا من شويه صح؟ ايه بقى اللي خلاك تزعل كده؟ خليه يتكلم واسمع له باهتمام. اديله بديل لتصرفاته. علمه ازاي يعبر عن غضبه بطريقه صح المره الجايه. قول له لما تحس انك متعصب مثلا، ممكن تقول لي ان انا زعلان يا بابا، او انك تطلب مني احضنك. يعني اديله كتالوج لتصرفاته الجايه بدل ما يرمي ويكسر ويخرب. اكد على القواعد اللي انتوا اتفقتوا عليها. قول له مش احنا اتفقنا اننا لما نكون زعلانين مش بنرمي الحاجه او مش بنخبط او المره الجايه هنتصرف بالشكل الفلاني. انت كده بتحط له القواعد بدون زي. ما ترجعش تعاقبه على اللي فات. طالما عديته بسلام، ما تجيبش سيره العقاب او اللوم. اللي حصل وقتها ده حصل وخلص. الدرس هيجي يفهمه وهيتعلمه من النقاش والبديل، مش بالجلد بعد المصيبه ان انت تمسكه وتنفخه. اتعامل مع نوبات الغضب ده يا جماعة، يعني محتاج صبر وطولة بال، محتاج تدريب، كأنك داخل مسابقة كده. كل مرة بتتعامل فيها صح انت بتبني جسر تواصل متين قوي مع ابنك، وبتعلمه مهارة مهمة جدا في حياته، ازاي يتحكم في مشاعره بدل ما بيطلع عصبيته ويعمل مصايب لما يكبر. جهزوا اسئلتكم وتجاربكم مع نوبات الغضب وشاركونا بيها في الكومنتات، ومستنيكم في الحلقة الجاية من هلو ماذر فاذر، اللي هنتكلم فيها عن ازاي نبني الثقة بالنفس في أولادنا بدل ما بيطلعوا معزوزين كده. قولوا لنا ايه أصعب موقف واجهكم في نوبات الغضب مع أولادكم في الكومنتات. نشوفكم على خير الحلقة الجاية. متنسوش هلو ماذر فاذر عشان أولادنا يستاهلوا أحسن تربية.